الفليتو ده ان شاء الله بيبقى عرقين فليتو، واحد يمين واحد شمال، بيبقى في ظهر الذبيحه من فوق ماشي، في السلسله بتاعت الظهر واحد عرق يمين وعرق شمال، ده عرق الفليتو. عرق الفليتو ده بالنسبه له يعتبر انعم حته لحمه في الذبيحه. ممكن احنا دلوقتي يعني عايز دلوقتي تاخدها مثلا على الفحم ماشي، اخرها شويه فلفل اسود مع شويه ملح، التيست بتاعها عالي جدا جدا، بتحس ان هي بتدوب في البق معاك. ممكن برضو لو في البيت ما عندكش فحم ولا عندك مثلا الشغل اللي هو شغل المطاعم والكلام ده، ممكن ست البيت تاخدها على الطاسه كده صدمتين بس، صدمه يمين وصدمه شمال، بتطلعها على طول، ما بتاخدش سوا، هي مجرد اللي هي بتاخد صدمه بس في الطاسه كده مع معلقه زبده ولا حاجه، تلاقيها معاك استوت زي الفل، وشويه ملح اللي عليها وشويه الفلفل الاسود كله هيبقى تمام ان شاء الله. انا عاوز اعملها بقى استخدامات مختلفه، ولا انت ممكن تعملها ايه؟ يعني انا شايف في اطباق مختلفه قدامنا كمان هنا. عادي استخدامات مختلفه، احنا بنطلعها مثلا بالنسبه لنا احنا هنا ده حته فلوت، ده ممكن حاجه اسمها فاهيتا لحمه، ممكن نقطعها شرايح قطع صغيره كده، وتعمل مثلا لو في جريل ولا حاجه ماشي، ممكن تاخد بصلايه قرن فلفل ماشي، طماطمايه معاها، لانها بتستوي بسرعه جدا، ما بتاخدش سوا معاها، عامله زي الكبده بالظبط ما بتاخدش سوا معاها. نعمل من العرق الفليتو مثلا بالغربي ازاي؟ يعني قول لي ايه التفاصيل ده؟ انا بقول لحضرتك اهوت، احنا ممكن دلوقتي ده مثلا تعوز بستعمله غربي، بياخد سوس دمجلاس، ياخد دبس رمان ماشي، التوابل بتاعته فلفل اسود، الملح طبعا بتاعه، طبعا ما بنضيفش عليه برضو، ممكن برضو اديله مثلا علبه زبادي ماشي، بيطر معاك حته اللحمه اكتر واكتر تمام. هو مش محتاج يعني توابل كتير، هو بسم الله ما شاء الله يعتبر هي حته ايه، احلى حته لحمه في الذبيحه.